هو ايه اللي حصل في التركيبة بتاعت المجتمع المصري؟ وفين التفكير بالعقل والمنطق والعدل؟ للأسف الشديد بقينا نشوف ناس بيعملوا أخطاء وجرائم ويتم التبرير للجريمة بتاعتهم والدفاع عنهم وكأنهم أصحاب حق. حسين الشحات لاعب النادي الأهلي من سنة اعتدى بالضرب والقصف على اللاعب محمد الشيبي لاعب بيراميدز. حسين الشحات سبله الدين، ضربه بالقلم وأهانه قدام كل الجماهير سواء في الملعب أو قدام شاشات التلفزيون. اللاعب رفض اعتذار حسين الشحات واتجه إلى القضاء علشان يجيب حقه وحق أسرته اللي تهان قدامها، والقضاء العادل حكم على حسين الشحات بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ومنعه من الانضمام لأي هيئات رياضية لمدة 5 سنوات. صارت السوشيال ميديا وعشرات الآلاف من الجماهير تضامنا مع حسين الشحات والوقوف جنبه وكأنه صاحب حق، وبرروا ليه الخطأ الجسيم بسب الدين والاعتداء بالضرب والأذى النفسي اللي عمله للاعب، وبيبرروا له التصرف بتاعه وبيدافعوا عنه. اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر كان سايق العربية بتاعته على سرعة تعدت 150 وكان تحت تأثير مخدر الحشيش، وبسبب السرعة الجنونية وعدم الاتزان تسبب في وفاة إنسان مواطن مصري بريء وهو بيعدي الشارع. ونفس الأمر يتكرر مع أحمد فتوح، ونلاقي ناس يطلعوا يدافعوا عنه ويقولوا مستقبله هيضيع، الله يرحم المتوفى، ادفعوا الدية، وكأن أحمد فتوح لم يخطئ لقيادته السيارة تحت تأثير مخدر الحشيش. المفروض إن العدل يتطبق. من 2 سنين محمد عادل قاتل نيرة أشرف لمجرد إنها رفضت الارتباط بيه راح دبحها قدام الجامعة وأهدر روحها، وللأسف الشديد لقينا ناس تبرر له الجريمة إن هي لعبت بيه، إن وعدته إنه يرتبطوا، ونسيوا تماما إن واحدة تم نحرها قدام ملايين العالم وشافوا البنت وهي بتتعذب وبتموت. وصل الأمر للأسف إن بعض العقول الفاسدة كانوا بيحاولوا يلموا الدية علشان محمد عادل ما يتعدمش، وبرروا الجريمة بتاعته إنها لم تكن محجبة وكانت سافرة، وخاضوا للأسف في عرضها، وهي إنسانة كل اللي عملته إن اختارت حريتها وحياتها بالشكل اللي هي عايزة تعيشه. للأسف إحنا المفروض العلاقات تنظم في الدول بالقانون، والكل يقف أمام القانون سواسية ودون تمييز، والكل ياخد حقه، ويترك الخلق للخالق في الآخرة للحساب. هل يعود المجتمع المصري مرة أخرى لتحقيق ميزان العدل وعدم الكيل بالمكيالين والدفاع عن أي مخطئ أو مجرم؟ أتمنى، لأن التركيبة بتاعت المجتمع أصبحت خطر على الدولة المصرية.